السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفة أمل القنطري. في هذا الفيديو غنقدم لكم طريقة تحضير كريمة الزبدة بطريقة سهلة جدا، طريقة ناجحة ما فيهاش البيض، مخلفة واحد شوية على كريمة الزبدة المعتادة اللي كنعملوها دائما. هذه كتجي لذيذة بزاف، يمكن لكم تزينوا بها جميع أنواع الحلويات ديالكم، وكذلك تحشيوها بها. ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا الطريقه والمقادير على الفيديو. فرجه ممتعه. كريمه غنحتاج عندي 180 غرام ديال الزبده، 180 غرام ديال الجبن كريمي، تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الجبن الكريمي، 360 غرام ديال السكر باودر. عملت هنا الزبده تخلط وهي كتخلط، وانا كنضيف السكر باودر، وغنخلط هاد المكونات هذه لمده ديال تقريبا ديال واحد 8 ديال الدقائق. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمه. كيف كتشوفوا كيف كيجي القوام ديالها متماسك. نبقاو نضربوا فيها مده ديال 10 دقائق حتى نحصلوا عليها على كريمه رطبه بحال هيدا، واللون ديالها يكون ابيض. وها هي الكريمه جاهزه للاستعمال. كتجي هاد الكريمه، شفتوا القوام ديالها كيجي كتيف وكتجي واقفه. وهذا هو الشكل النهائي ديال كريمه الزبده. اذا بقات لكم يمكن لكم تحتفظوا بها لمده ديال اسبوع في الثلاجه. هي ملي كتبقى في الثلاجه مده كيزيد القوام ديالها يرجع متماسك اكثر. يمكننا نعملوا بها حتى ورود لتزيين التورتات وكذلك الكب كيك. كنتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم. بحال دائما خلوا لي لايك، تعليق، اشتراك بالقناه، جميع روابط الحسابات ديالي اسفل الفيديو. الى وصفه اخرى باذن الله.